تتمرن كارديو في رمضان عشان تحرق دهون وتزود معدلات حرق الدهون عندك، ولا تتمرن حديد، ولا ايه النظام؟ السلام عليكم، معاكم حازم طارق. رمضان كلينك دي سلسله من الفيديوهات بنتكلم فيها عن العلاج الطبيعي، عن التغذيه، عن الصحه عامه والمشاكل الصحيه اللي ممكن تواجهنا في شهر رمضان وازاي نبدا نتعامل معاها. بالنسبه للسؤال اللي سالناه في اول الفيديو، تتمرن كارديو ولا حديد عشان تبدا تعمل اي حاجه؟ الاجابه هتكون هي على حسب هدفك. كل واحد هدفه بيختلف من التاني، وعلى حسب الهدف دوت هيكون التمرين. اول حاجه، لو انت هدفك ان انت تحرق دهون في شهر رمضان، طبعا شهر رمضان فرصه ممتازه جدا لاي حد عايز ينزل في الوزن او يخس او يحرق دهون، لان احنا اصلا بناكل كميات اقل من الاكل، فبالتالي فرصتنا اعلى جدا في انقاص الوزن. فلو انت هدفك ان انت تحرق دهون، فانا بنصحك بالاثنين. الاثنين، انت تلعب كارديو مع حديد. اول حاجه الكارديو معروف اصلا ان هو بيستخدم لحرق الدهون، لان هو بيبدا ينشط القلب والاوعيه الدمويه، ومهم جدا لصحتهم بوجه عام. فالكارديو ممتاز جدا لحرق الدهون، ودي حاجه معروفه. لكن ازاي الكارديو بالظبط؟ ان شاء الله في فيديو كامل عن الكارديو في رمضان، ابقوا استنوه. وبالنسبه للحديد، غير ان انت مع شيل الحديد او ريزيستنس تريننج او ان انت تروح الجيم عامه عشان تشيل اوزان، غير ان انت بتزود الكتله العضليه عندك. لما بتزود الكتله العضليه دوت بيبدا يزود معدلات حرق الدهون عندك. ازاي؟ لان انت لما بتبدا تزود الكتله العضليه عندك في الجسم، بتبدا تزود حاجه اسمها نسبه العضلات او اللين بادي ماس لنسبه الدهون في الجسم، ودي حاجه بتزود معدل حرق الدهون عندك. فطبعا رياضه الحديد هنا هتبقى مهمه جدا لانقاص الوزن برضه. فكده لو انت هدفك ان انت تحرق دهون في رمضان، فانا بنصحك بالاثنين، كارديو وحديد، وقلنا مواصفاتهم ان شاء الله جايه قدام في الفيديوهات. لكن لو انت هدفك بس تبني عضلات او تحافظ على الكتله العضليه عندك، لو انت واحد مثلا بتروح الجيم ومهم بالنسبه لك الحجم العضلي، فانا بنصحك بالحديد بس، ان انت تلعب ريزيستنس تريننج بس، او بتكمل في التمرين بتاعك. لكن التمرين زي ما اتفقنا هيبقى ليه مواصفات معينه، وهنوضحه في فيديو لوحده. طبعا لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وتشترك في القناه، واستنونا فيديوهات جايه ان شاء الله، في حاجات جامده جدا جايه في رمضان. اشوفكم بكره ان شاء الله. السلام عليكم.